هو صوم الميلاد اسمه إيه؟ سؤال غريب صح؟ مبدئياً ما اسموش صيام الميلاد. قبل ما أقولك اسمه إيه لازم تعرف الحكاية من الأول. في البداية الصيام مش 43 يوم، كان فيه اللي بيصوم أسبوع وكان فيه اللي بيصوم أكتر من كده، كل منطقة ماشية على تقاليدها الخاصة. في القرن الرابع الرهبان بس اللي كانوا بيصوموه وكان الصيام 40 يوم. القرن الخامس بدأ الشعب يصوم لكن مفيش ميعاد ثابت، كل كنيسة حسب العادة والتقليد المحلي. سنة 1000 تقريباً الصيام اتشبه بصيام موسى على الجبل، أصبح 40 يوم وتم إضافة 3 أيام زيادة بعد معجزة نقل جبل المقطم. الصوم كان صارم جداً، ممنوع فيه الزيوت، صيام انقطاعي حتى الغروب، ممنوع فيه السمك نهائياً. وهنا بقى نتكلم عن السمك. زمان السمك كان ممنوع. في الأيام الأولى لصوم الميلاد لا لحوم لا منتجات حيوانية، حتى السمك كان ممنوع. الكنيسة كانت عايزة الناس يعيشوا روح الصوم الكامل زي حياة الأنبياء. بعد فترة السماح بالسمك كان تدريجياً. الكنيسة لاحظت إن الناس بتتعب جسدياً من طول الصوم، فكروا في طريقة تخفف عن المؤمنين بدون ما تكسر روحانية الصوم. الحل السماح بالسمك في أيام معينة، السبت والحد، أيام الاحتفالات البسيطة قبل العيد. وكان سبب السماح بالسمك أكل خفيف لا يفسد الصوم الروحي، مصدر بروتين مهم يساعد الناس على تحمل طول الصوم، أرخص وأسهل، متاح للناس العاديين أكتر من اللحوم. وطبعاً هتسأل بعد ده كله اسم الصيام إيه؟ زمان قبل ما الكنيسة تنظم الأعياد الصيام ما كانش اسمه صيام الميلاد، كان ليه اسم تاني بعيد عن ربط عيد الميلاد بالصيام. كانت الكنيسة مركزة على التجسد، فكان الاسم صوم التجسد أو صوم التجسد المقدس. ليه؟ عشان الكنيسة كانت عايزة تفهم الناس إن الموضوع مش مجرد عيد ميلاد، لكن الحدث الأعظم إن الله تجسد وأخذ طبيعتنا البشرية. ومع الوقت لما بدأ الاحتفال بالعيد أكبر الاسم اتغير ليه صيام الميلاد، والمدة 43 يوم، وليه بداية 25 نوفمبر و16 هطور حتى يوم 6 كيهك ليلة عيد الميلاد المجيد. كل سنة والكل طيب وبخير. مع السلامة، نتقابل في فيديو وحكاية جديدة.